كيطلقوا لنا وليداتنا الله يجازيكم بخير. انا ولدي بعمره 14 شهر يقرا وفي التكوين، واحد التكوين عندي زوين ديال القوير، يعني انا شفت ليا ولدي دابا والثاني الحبس على بيمو ودانون. باينه مربي اللي سرق بيمو دانون عنده 14 عام ما غاديش تشوفيه حتى تولي عنده 34 عام ان شاء الله. هذه هي النتيجه ديال ولد وطلق لزنقه ربي. مسلسل ولدي ظريف وما دار والو بدا. هذه الام المسكينه تجهل تماما ان ابنها روع المواطنين وخرب ممتلكاتهم التي هي مصدر رزقهم. ما ذنب الحانوت الذي سرق منه بيمو دانون؟ ومن سيعوضه في دكانه الذي تم نهبه بالكامل؟ ما شافر ما مشى معاهم ما كيعرفهم ما حتى شي حاجه. رجي مع كارو تصدقوا قالوا لي راه ولدك داوه البوليس. كون ربيتي ولدك كاع ما تقولي ديك الكلمه ديال خرج يجيب الكارو. هاد الاكاذيب ديالكم طلعوا لينا في راسنا. اللي ولدات شي ولد كتلوحوا الزنقه للتخريب والفوضى كيعاقب عليها القانون. ولدك ما غاديش يشدوه غير هكاك، دار علاش يتشد باش يتعاقب. عرفناكم غادي تخرجوا لينا كنا كنتسناوكم نتفرجوا فيكم شويه. العيالات الحادقات دخلوا ولادهم لدارهم وسدوا عليهم في ديك الليله المشؤومه. اما المقطعات ضحكات وفرحانات بهم كيعاودوا قصصهم بافتخار. اللي حرت شي حاجه غادي يحصدها. سيدتي لقد سئمنا من ترديد نفس العبارات والاحتماء وراء أعذار وهي تجاوزها الزمان. أنت المؤسسة الأولى والأهم في بناء القيم والتربية، مؤسسة الأسرة، ولكنك بكل أسف أخفقت إخفاقا فادحا. وتبعك في هذا الإخفاق المؤسسات الاجتماعية الأخرى، حتى الدولة والمدرسة والإعلام لم تسلم من هذا الفشل المتراكم.